النهاردة بقى مش هنعمل وصفة ولا حاجة، بس هوريكم ازاي انا غيرت شكل الرخامة بتاعتي بالستيكر اللي هو اللي بيلزق على الرخام ده. شكله حلو جدا بجد، نور لي المطبخ كده، بيديكي احساس بالنظافة والروقان كده، بالذات اللون الابيض ده. طبعا الرخامة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها هي اللون ده، وده بقى الستيكر اللي انا جبته. حلو جدا جدا يا بنات بجد، يعني غير لي شكل المطبخ خالص، وشكل الرخامة بيدي يعني شكلها النظافة كده والروقان بجد. حتى في التصوير كده تحسي ان الصورة اختلفت خالص عن الاول. طبعا هو بيبقى كده، بيبقى من ورا فيه ورقة كده ولازقة ورا الستيكر، بنشيلها بس ما بنشيلهاش كلها طبعا، بنشيل جزء جزء كده وبنتنيها زي ما انت شايفة كده. اول حاجة بقى بنلزق، يعني بنثبت الستيكر على الرخامة، برضو بتسيبي حتة صغيرة يعني في الاخر كده علشان تتنيها لتحت عشان تغطي الرخامة كلها. طبعا بايدينا مش هنعرف نلزق وهيبقى في فراغات كتير جدا. انا بسحب الورقة من تحت ازاي شايفين. بنجيب بقى قماشة، انا ثبتها بس الستيكر ثبته بس. بنجيب قماشة كده بقى ونمشي على المكان اللي احنا لزقناه او ثبتناه يعني. شايفة انا بسحب ازاي، بسحب الورقة من تحت بايد، وبالايد التانية طبعا بلزق الستيكر على الرخامة بالقماشة برضو، علشان زي ما انا قلت لكم قبل كده هيبقى في فراغات كتير جدا لو لزقت بايدك. شايفة القماشة بتثبته ازاي، ولا بيبقى في فراغات ولا اي حاجة. بس قبل ده كله انت لازم تنضفي الرخامة بتاعتك كويس جدا، يعني ما يبقاش فيه مثلا حباية سكر حاجات كده تبقى تحت الستيكر، هتضطر تشيلي تاني وتشيليها او هتعمل هتبقى في فراغات برضو. لا لازم تنضفها كويس جدا. شايفين يا بنات بتلزق بسرعة كمان اللزق ده او الستيكر ده حلو جدا جدا. وطبعا برضو زي ما قلت لكم برضو اللون الابيض يعني بيدي روقان كده ونظافة للمطبخ. انا بسحب الستيكر من تحت وبمشي بقى بالقماشة زي ما انتوا شايفين بيلزق، وما بيبقاش فراغات ولا اي حاجة. بس نصلي على سيدنا محمد الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما ننساش بس يا بنات نعمل لايك للفيديو. شايفين انا بسحب بالورقة ازاي، بالراحة جدا وقطعة قطعة، يعني ما بسحبش كتير علشان خاطر ما يعروجش مني ويبقى في فراغات ويبوظ مني. انا بقى بعمل بالقماشة زي ما انتوا شايفين كده علشان خاطر ما يبقاش في فراغات خالص. طبعا انا هنا برضو لقيت فراغات كده، يعني حاجة بسيطة، فانا فكيت الستيكر عادي جدا. فبرفعها كده، برفع الستيكر كده وفكيته وبلزقه عادي وبيلزق وبيبقى زي الفل. اللي جرب بقى يا بنات ولزق الرخامة بتاعت الحوض بتاع المطبخ وما فكتش منه بعد كده من المية يقولي، علشان خاطر ألزق ايه الحوض بتاعي. انا طبعا لقيت دلوقتي فراغات، انا ايه فكيت اللزق تاني حتى صغيرة كده ولزقته عادي جدا. انا سمعت يعني ان اللزق بيفك من المية علشان حوض المطبخ طبعا على طول فيه مية، يعني مش على طول مبلول فهيفك، فعشان كده ما عملتهوش. بس اللي جربه ما فكش يعرفني، واللي جربه فك يعرفني برضو اني ما عملهوش. طبعا الحرف اللي في الاخر بتاع الرخامة اللي جنب الحيطة ده انا كنت لسه ما لزقتهوش، علشان ما ينفعش كنت هلزقه مع الرخامة، كان يعني هيعروج مني. طبعا انا جبت القطر، طبعا بقطر بموس اي حاجة. انا حاطة دلوقتي الستيكر بحاله على الرخامة يا بنات، وقست المكان اللي انا ايه هقصه. بالمقص مش هينفع طبعا، انا قطعت الحتة دي كده بالقطر وبلزقها عادي جدا. بتظهر ان انتي لازقة الاتنين مع بعض عادي، مش دي لوحدها ودي لوحدها. بس بصراحة الطرف ده يعني زهقني، وعلشان خاطر كان بيعروج مني. انا كنت بعمل لوحدي، ما كانش في حد في البيت يمسك معايا، فزهقني بصراحة. بس انا كده خلصت يا بنات الرخامة وشكلها حلو قوي وعجباني جدا جدا. وطبعا ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. وتصبحوا على ألف خير.